مساء الخير على الساده المشاهدين مشاهدوني من على اليوتيوب، اسعد الله مساءكم. بحيي كل الناس اللي بيشتركوا لي على اليوتيوب وما زالوا بيشتركوا لي على اليوتيوب. بشكركم جدا جدا، الناس اللي بتعمل لي لايك واللي بتعمل لي اشتراك جديده، بشكركم جدا جدا. انا بس طالع اليوم حابب بس اشكر الناس اللي هم عاملين موائد الرحمن اللي هي ما حصلتش بصراحه عن كل عام. ده تطوع منهم، ويا ريت كل الناس. انا قلت قبل كده مره في حلقه من حلقاتي، لو كل واحد عضو مجلس شعب رجل اعمال، انا حتى شفتها من الاقباط عاملين حاجات زي كده جميله. اقباط عاملين موعد رحمن، حاجه ما شفتهاش بعد كده بصراحه، ووزعوا الافطار بنفسهم وبيعملوا كراتين بنفسهم. فيا ريت ليه ما تبقاش طوال العام؟ لو كل رجل اعمال في محيه او منطقته عمل مثلا، جاب كده قاعده كده وعمل عشاء، حتى عشاء عشان يسموه، حتى يسموا الحلقه، يسموا الموضوع ده بدل مواد الرحمن في رمضان، يسميها مثلا ايه؟ ما حدش بيبات من غير عشاء. كده يكتب كده بند كده، ما حدش بينام من غير عشاء. مائده ما حدش بينام من غير عشاء، يعني اللي معهوش اي حاجه يروح يخش ياكل في المائده دي. جامع الفتح في رمسيس عاملها طول العام. ليه مش ليه كل حي وكل مربع مثلا لو في مثلا 10 جوامع مثلا، مثلا كل مسجدين يعملوا مثلا حركه زي كده، مثلا التجار اللي في الاسواق واللي في الميادين يتطوعوا ويعملوا مثلا حاجات بسيطه، لو 4 كيلو لحمه، 5 6 فراخ، مكرونه وبتاع، ممكن عامل عابر سبيل واحد على الله ياكل لقمه. مش شرط يعني كل شهر بس يعني. واللي عمل الخير اللي بيتاجر مع الله ده بيتاجر تجاره رابحه لا تبور. انتوا الناس اللي بتتاجر ما عنديش مشاكل. الناس اللي بتتاجر دي تطلع حتى من اموال تجاره صدقه حتى، ممكن مثلا تمشي حالها. مثلا كام تاجر مع بعضهم كده يتطوعوا، يا جماعه ايه رايكم نعمل مائده طول السنه عشاء، حتى نسميها ما حدش بيبات من غير عشاء. اهي مسمى اهو، ما حدش بيبات من غير عشاء. الفيلسوف بيقول لكم اهو، حلقه سموها ما حدش بيبات من غير عشاء، اللي هو ايه؟ الوجبه اللي هيعملوها للناس، يافطه كبيره تتكتب مكاننا ما حدش بيبات من غير عشاء. عامل ترحيل، عامل يوميه، واحده ست مش لاقيه تاكل بتروح داخله اتعشى، ملوش دعوه بقى. ان شاء الله انا حتى اروح اتعشى عنه، ملوش انت جاي اعملها لله. لو كل مربع، كل المربعات السكنيه فيها ناس كوادر تقدر تعمل حاجه زي كده، رجال اعمال. مفيش مربع ما فيهوش رجال اعمال. ما احنا عندنا هو في رجل اعمال، ربنا يجزيه خير، عامل مائده هو عند الهايبر ما شاء الله، اطول مائده عندي في الشيخ زايد. عاملها حاجات تيك اواي نظيفه قوي قوي. وبتمنى وبدعي لكل اللي بشكر رجال الاعمال اللي هي بتعمل حاجه زي كده، اعضاء مجلس شيوخ. لو في ناس لما تعمل كده وتحنوا على يعني جيرانهم، وتحنوا على العابر السبيل، عامل يوميه، ده كله ده هو فيه فضل وصواب كبير قوي قوي قوي. مش لازم احنا يعني نلتزم بشهر واحد، الصلاة والصوم والعبادة والتطوع العمل الخيري، ونيجي طول السنة واحنا نايمين. طب ما احنا ممكن نحاول نمد الشحنة شوية، يعني مثلا العطاء اللي هو بتاع الأكل والشرب دوت نمده شوية، عشان حتى يعني ما حدش بيبات من غير عشاء زي ما بيقولوا، زي ما انا سميتها يعني. برضو اخذ تعقيب ليا في حاجة بقى شفتها في مسلسل شفته في التلفزيون للأسف الشديد. انا يعني المخرج او المنتج يعني عامل حاجه شفتها، بنات واولاد بيهيصوا ويفرحوا بالصواريخ في الشقه من جوه. وده يمكن من اللي خلى الناس بتحاول تبص على الاعلام ده، هي المنفس الناس بتشوفه او الحاجه بعينيها بتقلدها في الشارع بره. اذا كانت مثلا اكشن جامد، اذا كان في ضرب نار، اذا كان في بلطجه، اذا كان في اي حاجه، الاعلام هو الرئه الوحيده اللي الانسان بيتنفسها قاعد جوه بيته. طفل بيشوف واحد بيعمل سلك المونيا، انا عندي هنا بنات ما شاء الله سلك المونيا وصواريخ وشماريخ وكل حاجه، ومن ايه؟ بيتفرج على مسلسل، يلاقي في مسلسل واحد بيستخف في دمه، في المسلسل يروح ضارب صاروخ ويصوره وبتاع. طبعا اصبح في ناس قاعدين في الشو بتشوف الحاجات دي بتقلدها تقليد اعمى. ضجيج بقى وازعاج واجارك الله بقى. انا بطالب الاعلام، خفوا شويه، خفوا شويه، حرام عليكم، والله حرام عليكم، صدقوني. خفوا، علموا الناس حاجه كويسه. بس مش هقدر اقول اكتر من كده. كل عام وانتم بخير، ونراكم في حلقه تانيه، الى اللقاء.